السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. وصفتنا النهارده جميلة جدا، يا رب تعجبكم. راح اعمل بإذن الله بقسماط. انا معايا نص كيلو لبن راب مني، رحت قلت اعمله بقسماط بإذن الله للفطار. لو حابة انت تعمليه قرص طرية بيبقى طعمه جميل جدا. وزي ما انتم شايفين اللبن معانا مقطع بس جميل جدا. طبعا انا راح اعمله بقسماط بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. مكوناتنا كلها محضراها عشان اطولش الفيديو عليكم. معانا قطعة من الخميرة، خميرة بيرو، ولو عندك خميرة فورية ممكن تحطي معلقة. نص معلقة من الملح، معلقة صغيرة سمسم، معلقة حبة البركة. كل ما تكتري كمان من السمسم وحبة البركة تبقى جميلة جدا في البقسماط. 3 معالق من السكر. وخلاص على كده أقلب كل حاجة مع بعضها وأحط نص كوباية زيت. وبعد ما أخلط كل حاجة وأدوب الخميرة أجيب نص كوباية الزيت وأحطها. أخلي معلقة واحدة بس من الزيت عشان ألم العجينة بيها وتبقى معانا العجينة ناعمة. اخلط كل حاجة واجيب الدقيق واحط. سهل جدا. طريقة البقسماط جميلة جدا يا جماعة، وتوفير كتير عن اللي بنشتروه من بره. وطبعا انتوا عارفين البقسماط بتاعت بره ما تتعجنش بلبن ولا بزبادي ولا بأي حاجة، هي بس مية وخميرة بس. لو انت عنديكي لبن مقطع منيكي ما ترموهوش يعني. تعملي بيه قروص، ممكن تعملي بقسماط الفايش السريع بيبقى جميل جدا. حاجة جميلة ومغذية. وزي ما انتم شايفين انا بعجن حلو يا جماعة. حابة انت تعملي نص كيلو دقيق، تعملي كيلو، براحتك انت في الكمية. الم العجين وعجينه حلو باذن الله. وعجناه زي ما انتم شايفين قوامه جميل جدا. اجيب معلقة الزيت واحطها واملك حلوة كده عشان تطلع معانا العجينة ناعمة وجميلة. وخلاص على كده انا العجينة المها واغطيها باذن الله واسيبها تخمر معانا. تاخد نص ساعة او اقل عشان الجو حر. ما شاء الله. خمرت بسرعة معانا وملت الطبق ما شاء الله عليها بجد. جبت المفرش وفرشته على الرخامة وقطعنا العجينة بتاعتنا واشتغلت على طول اعمل بقسماط. طبعا انا راح اعمل تشكيلة من البقسماط زي ما انتم شايفين. انا عاملاها راح اعمل صينية زي الضفاير. جبت الصينية بتاعتي واحط على طول العجينة. تشكيلات كده اعملها تعجب الاولاد وبتتباع كمان في الفرن في المحلات. بتتباع تشكيلات جميلة جدا بإيد ضفاير، ممكن بتتباع زي الاسطوانة. ما شاء الله يعني. حبيت ان احنا نعمله زي بتاع بره كده، وان شاء الله راح يطلع احلى من بتاع بره باذن الله. تاخدش معاكي وقت خالص، يا دوبك تضفري كده بالطريقه الجميله دي زي ما انت شايفه. جميل جدا. وخلصنا معانا الصينيه زي ما انت شايفين ما شاء الله. انا عملت كذا شكل يا جماعه، تحفه بجد. راح يستوى معاكي وينشف كده ويبقى جميل جدا ومقرمش. وارش فوقيه حبه البركه والسمسم. طبعا السمسم وحبه البركه جميله جدا في اي مخبوزات تعمليها. خلصنا احنا على كده اول صينيه بإذن الله. زي ما انتم شايفين الصينية البقسماط العادية خالص اللي احنا بنعملوها. ودي البقسماط العادية بتاعتنا خلصناها كمان جميل جدا. ارش لها السمسم وحبة البركة. ما شاء الله كيلو دقيق يا جماعة عمل لي كمية ما شاء الله عليها بجد. وطبعا العيال مسكت فيا وقالوا لنا اعمل لنا شوية قروص بالجبنة. راح اعمل لهم صينية كمان قروص بالجبنة بيبقى طعمها جميل جدا وطرية. زي ما انتم شايفين اي جبنة عندك تحشي بيها. جبنة ملحة، جبنة رومي، اي جبنة الجميلة اللي تملى بيتك بركة هي المخبوزات يا جماعة منها تيجي تعمليها في البيت. بجد شكلي زي ما انت حابة. ممكن تعملي بقسماط، تعملي مخبوزات يعني القروص الطرية. يعني تشكلي كده تشكيلات جميلة حلوة للفطار، حلوة كمان للعشاء تسالي. تفرديها نص فردة وتحطيها في الصينية بتاعتك بنفس العجينة بتاعت البقسماط زي ما انتم شايفين.
انا طبعا اللي قدامي ده حاشيها كنت انا جبنة، وفي حتة تاني من العجينة هحشيها كمان، واملى الصينية بتاعتي قروص طرية للعيال. ما شاء الله خلص كل الكمية بإذن الله. طبعا انا هخلص كل القروص بتاعتي، وخلصنا البقسماط، واسيبها تخمر لمدة ربع ساعة، واشغل البوتاجاز واحمر كل حاجة واسوي كل حاجة بإذن الله. خمرت معانا وجميلة جدا. اشغل البوتاجاز على طول. وخلاص على كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين، طلعنا الصواني بتاعتنا الجميلة وعملنا تشكيلات حلوة في البقسماط. زي ما انتم شايفين الطريقة دي سهلة خالص. عملنا المدور الجميل ده، ما شاء الله عليها بجد تحفة. والبقسماط بتاعتنا مقرمشة وجميلة جدا وناشفة. يا رب يكون عجبتكم الطريقة، عجبتكم طريقة البقسماط. لو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا، حط لي لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مع صنف في مطبخي. زي ما انتم شايفين القروص جميلة جدا يا جماعة، ما شاء الله عليها وطرية وهشة، وما خدش معايا وقت خالص. والمخبوزات إنها في الصيف يا جماعة بتخمر بسرعة. ما شاء الله عليها بجد. بألف هنا وشفا على اللي بياكل منيها. واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.